كل لحظة تمر عليك هي نهاية عالم وبداية عالم آخر. لا تتحسر ولا تنتظر. كن. الإنسان الإيجابي هو مش الإنسان اللي على طول مبسوط. الإنسان الإيجابي هو الإنسان اللي بيركز على الحل بدل ما يركز على موضوع المشكلة. استراتيجية تغيير التركيز أو قانون التركيز من القوانين المهمة جدا اللي تقدر بيها تحول مشاعرك من مشاعر سلبية إلى مشاعر إيجابية. ساعات الإنسان لما بيمر بتجربة سلبية كل اللي بيفكر فيه هي المشاعر السلبية. يعني إيه؟ يعني أنا ليه حصل كذا؟ وفلان هو السبب، ويا ريتني ما كنت عملت، والمشكلة دي هي هتمنعني من أن أوصل لهدف معين. غير تركيزك عشان تعرف تفكر صح. اسأل نفسك انت عايز ايه بالظبط، ماذا تريد، واللي انت عايزه ده عايزه ليه، واللي انت عايزه ده هتحصل عليه ازاي، ايه العقبات اللي ممكن تقابلك وانت في طريقك انك تحقق اللي انت عايزه، والعقبات دي هتقدر ازاي تكون عندك خطة بديلة عشان تقدر ان انت تتخطاها، ومين ممكن يساعدك في التجربة دي. اول ما انت تفكر بالطريقة دي هتلاقي نفسك اكثر انتاجية، وهتلاقي المشاعر بدل ما هي مشاعر سلبية اتحولت الى مشاعر ايجابية. جرب التجربة دي أو جرب الاستراتيجية دي في كل تجربة عشان تبقى أكثر سعادة وأكثر إنتاجية.